انا ملك احمد، كليه تربيه رياضيه، فرقه تانية. حلمك ايه ونفسك تحققي ايه يعني بما انك في قصة الجامعة هنا المنتخب؟ لا بصراحه حلمي حاجات كتير قوي. اول حاجه ان انا اصلا كاتبه، وبحلم ان انا استمر في الكتابه، وان انا اصلا انا مؤلفه روايه. فبحلم ان الروايه دي بقى الرواية اسمها ايه؟ الوريث المخفي. هي روايه نشرتيها وعرفتي فانتازيا حد؟ وكده. هو بكتب في اواخر فصولها لاني تعرضت لكذا مشكله، بما اني اول مره اكتب روايه فمحتاجه تفاصيل، فالمهم ان انا ضفت التفاصيل دي. فان شاء الله هتنزل السنه دي او السنه الجايه في معرض الكتاب. دي اول معرض حاجه. الكتاب كمان، يا ربنا بالتوفيق يا رب. حبيبتي تسلم. دي اول حاجه. تاني حاجه بحلم ان انا امثل، بس في المسرح، مش مش على التلفزيون. بالظبط. ليه الفكرة؟ المسرح بالنسبه لي كان انا جربته قبل كده، ان انا بحس ان انا موجوده بين كل اللي موجودين. يعني مثلا رياكشناتي بتبقى باينه حالا دلوقتي، بحس ان مشاعري كلها بتطلع في الوقت ده. انما التلفزيون بيبقى قط التاني قط. بالظبط. تعرفي تستحضري تاني شخصية بالظبط. فانا بالنسبة لي تمرسي عليها وتبقي كده. ممثلين كتير قوي جبابرة في الحتة دي. عارفه، بس انا بصراحه مش حلمي قوي ان انا اكمل تمثيل. ده حلمك الاصل انك كاتبة؟ الكتابه بالظبط. تربية رياضية انت حابة؟ تربيه رياضيه، حابه المجالات اللي فيها، خصوصا ان هي فيها مجالات حلوه جدا. بس بصراحه انا مهتميه بالكتابه، وانا اصلا نائب رئيس مجله ايفرست الادبيه في قسم الحوارات الصحفيه. بالتوفيق. هل نفسك تكوني افضل كاتبه واشوف كتبك؟ انا عليا كتاب اللي هي نسخه دي ده. ماشي، وبالتوفيق وربنا يحفظك. الله